اللانشون واحد من الحاجات اللي معظم الناس بتحبها وبتلاقيها بسهولة في كل بيت، سواء في الفطار السندوتشات أو حتى كوجبة سريعة. شكله نضيف وطعمه لذيذ، وده اللي بيخلي معظمنا يفتكره آمن أو مجرد وجبة خفيفة. لكن الحقيقة مختلفة جدا، خصوصا لو استهلكناه بشكل يومي أو متكرر. لو أول مرة تشوفنا ادعمنا بلايك واشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. اللانشون يعتبر نوع من اللحوم المصنعة، واللحوم المصنعة بشكل عام فيها مواد حافظة بتساعدها تفضل صالحة للأكل لفترات طويلة، وده بيشمل مواد زي النترات والنيتريت، واللي أثبتت الدراسات العلمية إنها ممكن تتحول في الجسم لمواد مسرطنة. يعني مجرد إنك تاكل لانشون أو أي لحوم معالجة يوميا ممكن يزود احتمالية الإصابة بسرطان القولون والمعدة، وده اللي يخلي منظمة الصحة العالمية تصنف اللحوم المصنعة كمادة مسرطنة للإنسان. الخطر مش في قطعة واحدة، لكن المشكلة في الاستهلاك اليومي المنتظم على مدار شهور أو سنين. غير المواد الحافظة، اللانشون غني بالملح والصوديوم، وده عنصر موجود في كل اللحوم المصنعة تقريبا علشان يحافظ على الطعم ويمنع التلف. الصوديوم العالي بيأثر على ضغط الدم مباشرة، وكمان بيضغط على الكلى ويزود احتمالية أمراض القلب مع الوقت. لما يكون معاه دهون مشبعة أو دهون مهدرجة، الموضوع بيزيد خطورة، لأن الدهون دي بتزود الكوليسترول السيء في الدم، وده بيأثر على الشرايين مع مرور الوقت، وممكن يوصل لمشاكل كبيرة زي النوبات القلبية أو السكتات الدماغية. وكمان اللانشون أحيانا بيحتوي على سكر مخفي أو مواد صناعية لتحسين الطعم، وده بيزود السعرات الحرارية من غير ما تحس، وده ممكن يؤدي لزيادة الوزن، مشاكل مقاومة الأنسولين والسكري، وكمان بيأثر على الدهون الثلاثية في الدم والكبد مع الوقت. الموضوع كله بيورينا إن الخطر مش مجرد قطعة واحدة، لكن الاستهلاك اليومي هو اللي فعلا مضر. برضه اللانشون بيسبب مشاكل في الجهاز الهضمي عند بعض الأشخاص، زي الانتفاخ والحساسية، ومواد حافظة معينة ممكن تسبب التهابات مزمنة في الجسم. الدراسات الحديثة أظهرت إن الاستهلاك المستمر للحوم المصنعة مرتبط بزيادة مخاطر بعض الأمراض المزمنة على المدى الطويل، وده بيشمل أمراض القلب والسمنة وأمراض الكبد. وفي النهاية اللانشون مثال ممتاز على كل حاجة شكلها بريء وطعمها مغري، لكن استهلاكنا المنتظم ممكن يكون سبب لأمراض خطيرة على المدى الطويل، والسرطان واحد من أهمها. مش كل حاجة شكلها طبيعي وطعمها حلو يعني آمنة. الاعتدال والوعي هما المفتاح، واللي نحتاجه مش التخويف، لكن مجرد معرفة المخاطر الحقيقية. فكر فيها كويس المرة الجاية قبل ما تحط قطعة لانشون على السندوتش، لأن اللي باين طبيعي ممكن يكون أخطر صمت.